اشوف ان فايز كان شجاع. انت منتج يا حسن، لا انا احب اذكرك ترى الجمهور قاعد يسمعكم وانتم تعكسون صوره للمنتج السعودي اكيد. فحوارنا يكون يعني لا هو ما في شك انه فايز منفعل وما كان وده انك تفتح موضوع زي هذا، وفعلا انت يعني ما يعني موضوع خلاص الرجل قاعد واعتذر انتهى الموضوع، يعني ما فيها شيء، يعني مساله تصير من كل الناس. وانا اذا في عندي شيء يستحق الاعتذار للجمهور، الجمهور على عيني وراسي، والجمهور هو من ننتج له وما نقدم له. إذا في أي شيء ليس أيام السراب، إذا في أي شيء ليس مسلسل فقط، مسلسل، مسرحية، كلام، لقاء، تعبير، أي شيء أنا دائما في حالة اعتذار وتسامح مع الناس ولا أقبل. وأي شيء أي مواطن يرى مادة منتجة مني سيئة أنا بالتأكيد أعتذر عن كل شيء خطأ بالتأكيد. جميل. طبعا انتم بالاخير يعني تتكلمون من منطلق انه حريصين على المستوى الطرح في لا تركي حبيبي، احنا اخوان ولا كذا الكلام هذا انه الحل والعمل. يعني خل حسن عسيري عنده الجرأة ويقول وقف العمل توقف ولا عرض من سنه وست اشهر موقف العمل. بس استاذ حسن يقول ان الموضوع هذا كان قرار اداري من قبل القناه، يعني قرار اداري وقف مثل ما وقف جو القداحي اليوم مستعنا البرامج. العمل كان يصير للمجتمع السعودي. طيب كان في زنا، كان في طيب خلينا ننتقل اخوي فايز، ننتقل الموضوع. لا هو فايز منفعل شوي، انا اتمنى انه يهدى. لا يمكن فايز ما تذكر الموضوع، يعني ربما هو متضايق من خطأه اللي حصل، هذا طبيعي يا ابو ركان، وانت فنان كبير ولك جمهورك واعتذرت. طيب ما في اي شيء، يعني ما يأثر عليك على الاطلاق. يعني حسن بالاخير اسمعوني الان فايز، انت صرحت عشان اكون اكثر مصداقيه امام اخوي حسن، انت صرحت من تقييمك او وجهة نظرك في عمل جول في الثمانينات. انه ايش كان تصريحك انه في جول الثمانينات؟ شو كنت تراه يعني؟ جول الثمانينات عمل سخيف مع احترامي الحسن، يعني ولا طاقم العمل عمل تاريخي. عطنا نبي نقد فني، ليش انت تقول والله انه مش كويس؟ ليش؟ ما في يا اخوي، شفت عمل هذا تاريخ، هذا ما يكون يجي الشيخ ياكل ووزغه وعمل مصور ما بين شارعين مشقه. انت يعني زعلان انه انت ابتعدت انت وحسن، ما صرتوا تعملون عمل واحد مثلا؟ لا والله ما زعلان، من ابتعدنا حسن الله وفقني طال عمرك. لا هو واضح بالله ما في انا افكر الله من حسن والله يسر لي اموري يعني. طيب حسن برضو انت قبل شوي سالتني انه فايز قال كذا او لا، فعشان اكون اكثر مصداقيه امامك. والله يا اخي انا الان تاكدت اني سمعتها منه شخصيا، انا قالوا لي انه في الجرايد. لا انا شفت يا حسن وقلت لي انه في الجرايد لما سمعت الكلام هذا ما في شك انه هذا شيء، هذا رايه، وانا اشوف انه سكتم عمل كبير، هو قدم عمل كويس صحيح انه في مباشره وانه صار يكلم الكاميرا على طول، لكن برضه يظل يعني فايز مع الوقت مع كذا. انا ما طلبت رايك في سكتم بكتم ولا يا ابو ركان اسمعني اخوي فايز، اخوي فايز شوي. لا اي اخوي فايز، بس عشان ناخذ نعطي مع بعض ونسمع بوضوح. لا موضوع انا احبه والله، انا اقول لك والله سكتم بكتم عمل كويس، وانا قلت لك يا فايز اني اشوفه، بس انا لي وجهه نظر مباشره يعني مساله مخاطبه الكاميرا بهذا الشكل انا اكيد انك حتتفاداها في الجزء الجاي، وهذا رايك يعني انا حاحرص عليه، وراح نجلس مع فريق العمل ونهتم برايك، انت فنان كبير واي شيء نقدر نعدله اكيد حنعدله. يا اخي يعجبني فيك انك تسوي مسكين وحفوظ على الهواء. بالعكس يعني كان لطيف جنتل يا ابو ركان. يا فايز لازم انفعل وضارب عشان في ماني مسكين. لا ما في، انا رايي حسن والله لا احترمه. اذكركم معتبر محل التقدير، ولكن اخوي حسن من نجاح يا اخواني يا اخواني يا اخوي حسن وفايز، معلش تسمعوني، معلش انا بترك يا حبيبي لحظه اسمعني. طيب ابو ركان نعطيك فرصتك ابو ركان لو سمحت احنا الان في اذاعه والله يخليه يهدى، والكل قاعد يا والله ما ادري اخوي حسن لو سمحت. بالعكس رايي معتبر. طيب لو سمحت كامل التقدير. طيب. كل الزملاء في العمل انا واثق انه سواء الكاتب او راشد او حبيب او عمر كلهم راح ينظروا لرأي فايز بكامل الاحترام، واذا في شيء نقدر نعدله حنعدله بالتاكيد. مستحيل انك فايز يقول هذا الكلام عشان متضايق او منفعل، ما اظن، مستحيل. طيب يا جماعه اسمعوني ترى الناس قاعده تسمعنا الان، اوكي، واحنا على الهواء وكل واحد فيكم قاعد يعكس صوره للمستمع، فيا ليت نتناقش بطريقه فنيه بحته. انا تركي اول شيء انا احب اقول لحسن انه يا حسن خلي العالم تشتغل، خلينا عاد نشوف ارزاقها، ما له داعي انك تقعد من يمين ويسار من وراء ولف ودوران. شلون من يمين ويسار؟ ايش سوى يا ابو؟ يعني عيب الحركات اللي قاعد يسويها.
يا اخي انتبه لعملك، انتبه لشغلك، خلي العالم ترد. انت كنت تنتج 17 عمل الام بي سي وترددت وقفت على مسلسلك هذا جول في التفاهات صراحه مو 8 يعني اترك الناس في حالها يا حسن. الله يسلمك. ابو ركان بدون تجريح. ابو ركان والله ما اعرف يعني تسمح لي والله ما ادري. ابو ركان فعلا في النفس شيء، واحنا نقول الله يعينه على نفسه، واسال الله عز وجل ان يفتح له ابواب الرزق في هذه الليله الفضيله. اللهم امين. الله يعطيه اضعاف ما ينويه. رجال بيعطينا الله غيرك، بس انا حاب اقول لك شيء واحد يا حسن. اللهم امين. الله يوسع عليك. اترك الخلق للخالق يعني باذن الله. الله يا اخوان تسمحوا لي بس تسمحوا لي احنا عندنا فاصل اعلاني. اوكي انا استودعك الله وماشي. شكرا لك يا ابو ركان. حسن عشيري يعتذر لانه ممثل تافه. لا شكرا لك يا ابو ركان. شكرا لك. انا اعتذر لك اخوي حسن. لا ما في شك. انا حاولت انه يعني نحاول يكون نقاشنا فني. اقدر الضغط النفسي اللي فيه فايز، بس تسمح لي برضو بما انه قفل الخط يعني ودنا نقفل الموضوع عشان ما يكون مثلا يعني يكون في خاطر. ما في مشكله. لا بالعكس نقفل، بس انا بقول ما ابغى الاخوه المشاهدين او المستمعين عفوا ياخذ موقف. الرجل منفعل، ربما مر باخفاقات، ربما يعني نفسيته تعبانه، ربما العمل ما حقق اللي يبغاه. بالعكس انا اتمنى لك التوفيق، واسال الله في هذه الايام الفضيله ان الله يوسع في رزقه، كلكم اخوي حسن، وان الله يحقق له كل نجاح. كلكم زملاء عمل، فايز بينه وبينه عشره طويله، وفايز له محل التقدير ونحترم جمهوره. بس اكيد يعني زي ما شفت انت حاولت تهديه كم مره، يبدو انه بس تسمح لي اخوي حسن. تفضل. كلكم زملاء وكلكم تحاولون تقدمون الاعمال، وتنافسكم ان شاء الله بينكم وبين بعض شريف ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. وهذه ظاهره صحيه ما لم تخرج عن التنافس الشريف. بس خلينا انا كنت اتمنى، لانك انت قلت له قل لي تحليل فني فما قدر مسكين. طيب لا اخوي حسن يا ريت كاتب العمل او من ابطال العمل، لكن احنا في جولف الثمانيات اجتهدنا ولا نهدف والله الى التهريج. طيب لكن طالما انه هو يرى كذا، انا اوعد جميع الاخوه المشاهدين انه ملاحظاتهم ناخذها بالاعتبار. ممتاز. بس تسمح نطلع فاصل ونرجع نتواصل معك. شكرا لك.